السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله وأتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأتحدث معكم عن رؤية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. إذا رأيت أمهات المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين في المنام، فهذا سبحان الله يعتبر مصطلح أمهات المؤمنين ده في مطلع سورة الأحزاب. يعني ما تقرأ في سورة الأحزاب يقول إيه؟ وأزواجه أمهاتهم هن العابدات الطاهرات العفيفات. هن أمهات المؤمنين دولت، عشان تبقى عارف هم اللي حملوا لنا الدين. أمهات المؤمنين هم على رأسهم أمنا خديجة رضي الله عنها، هي اللي وقفت عضد في ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي اللي كانت بتروح معاه الغار، هي اللي كانت بتواسيه، هي اللي كانت بتقول له والله لن يخزيك الله أبدا يا محمد. فخلي بالك، أمهات المؤمنين أسيادنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم على أي حد أن يفكر يخطب أم من أمهات المؤمنين بعد موت النبي أو يتزوجهم، فسماهم أمهاتنا. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه إيه من بعده أبدا. طب إذا أنا رأيت أي أم من أمهات المؤمنين في المنام، تقول لك إيه بقى؟ تدل هذه الرؤية على الخير وعلى البركة وعلى كثرة الأولاد لك وكثرة الأرزاق. طيب أنا لو شفت أمي خديجة رضي الله عنها، ما شاء الله ما شاء الله، خديجة أم المؤمنين حبيبة المؤمنين أشرف الأمهات، يدل ذلك على النجاح والتفوق وتحقيق الأماني. بشرى سرة لك، انت شخص متدين، ان شاء الله ربنا هيحقق لك اللي انت عايزه. ستظهر عليك علامات الزهد، ستهرب وتفر من الذنوب والمعاصي. خديجة من الخداج، وليس الخداج هو النقص، ولكن هو أن تلد قبل تمام الأيام، وهو تام الخلقة. يبقى كل اللي يولد قبل تمام الأيام تم الخلقة، يبقى دي اسمها إيه؟ خديجة أمنا حبيبتنا رضي الله عنك يا أم المؤمنين خديجة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 25 وهي بنت 40، ورزقه الله منها البنين والبنات. كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، ولكنها عائشة غارت من خديجة رضي الله عنها، على الرغم أن عائشة وخديجة لم يجتمعا يوما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة تزوجها وماتت، وبعد ذلك تزوج عائشة، ولكنها غارت من أمنا خديجة. لماذا؟ فهي كانت تظهر له حبا كثيرا وأدبا جما وحسن خلق بين يديه، دي السيدة عائشة رضي الله عنها. فكان بيحبها صلى الله عليه وسلم ويفضل أمهات المؤمنين جميعا. رؤية عائشة، يعني لو في بنت أو ست أو راجل شاف أم عائشة في المنام، دي بتدل على أن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الأمومة والإنجاب والبنات، وهيكون لك سر مخفي، يعني محدش هيطلع عليه. وهيكون لما هتحلف، انت هتحلف في يوم من الايام يمين على شيء محدد. ده الكلام ده العلماء ذكروه ليه في حكاية قصة سورة النور، وكل اهل العلم فيكم يعرفوها. اي بنت هترى ام من امهات المؤمنين، السيده زوعه، سوده بنت زمعه، السيده جويره، السيده ام سلمه، السيده خديجه، السيده عائشه، السيده حفصه، اي ام من امهات المؤمنين، اي بنت عندكم هتشوفها قول لها يا بنتي هيرتفع شأنك عند ابوكي، لان عائشه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم مقربه، وكانت عند ابي بكر مقربه. الشاب اللي بيشوف امهات المؤمنين سيتزوج من امرأة صالحة ودود عقود على زوجها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه بالمنة الطيبة. طب رؤية سيدنا الحسين رضي الله عنه وهو من آل بيت النبي يدل على الاغتراب ويدل على التعب في الحياة، ولكن بشرط ستنال الشهادة. حسين رضي الله عنه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، أبناء الكرام، اللهم اجمعنا بآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ومن رأى أمهات المؤمنين سيسمع أخبارا طيبة سواء كان ولد أو بنت. طيب، رؤية أمهات المؤمنين في الحلم كأنهن في الجنة، بشرى لك في الدنيا مستقبل عظيم،
وفي الآخرة الفردوس الأعلى إن شاء الله. طب رؤية أمهات المؤمنين بس أنا ما شفتهمش، شفت نور على هيئة نور، يبقى الأيام اللي جاية لك أو لكي أيام سعيدة وايام طيبه. وطبعا احنا ياما ناس سالونا وقالوا انه شفت امنا عائشه، واللي شاف خديجه، واللي شاف فاطمه الزهراء، واللي شاف السيده نفيسه العلم، والسيده سكينه رضي الله عن ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن راى امهات المؤمنين على هيئه نور يبقى ان شاء الله القادم من الايام سعاده وفرح وهنا وسرور. طيب اذا رايت امهات المؤمنين قاعده، ام المؤمنين كده قاعده جميله وانا ابنها، حبيبتي يا ام المؤمنين رضي الله عنها، يبقى قدوم افراح واخبار سعيده. وانا على ما اعتقد والله اعلم ان ما في حد مننا كاهل السنه والجماعه الا بيحب امهات المؤمنين اكتر من امي، ويحب الصحابة ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم أهل الفضل علينا. طيب واحد أو واحدة بيقول ده أنا شفت في المنام رؤية طيبة، جلست مع أمهات المؤمنين رضي الله عنه، يقولوا أنت رجل صالح وأنت هتعيش في الخير ولك رفقة صالحة وأنت ممتاز في تدينك. طب رؤية فتاة، واحدة بقى فتاة بتقول لك رؤية غريبة جدا، يا مولانا أنا شفت في المنام إن أنا صرت زوجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت اتجوزت النبي؟ قالت آه. يعني بقيت من النساء؟ قال آه. هذا دليل عظيم على رضا الله ورضا رسوله عليك، سيري على ما أنت عليه من الطاعة إن شاء الله ستدخلين الفردوس الأعلى. طب رؤية أمنا عائشة انها واحده بقى بتقول ايه، انا شفت امنا عائشه كانها جايه وبتدي دروس وبتعلم الناس، وقعدت ووشها جميل ما شاء الله. نقول له بقى انت الست اللي شافت كده او البنت اللي شافت، انت سليمه القلب، انت تقيه، انت نقيه، انت ستنجي، ربنا هينجيك من الهموم والمشاكل واي مشكله هتقعي فيها. وشفت عائشه ان شاء الله ربنا هيكرمك. واللي ما يحبش عائشه مش عارف نسميه بايه. عائشه الطاهره الطيبة الصادقة النقية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله أننا نحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طب رؤية فاطمة الزهراء، حبيبتي فاطمة بنت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بركة ونعمة، ومن رآها سيكون رحيما، ومن رآها سيكون موفق في حياته. هي حبيبة أبيها صلى الله عليه وسلم. كانت أم المؤمنين عائشة مرة بتوصف فاطمة بتقول إذا رأيت فاطمة وهي قادمة كأن أباها يمشي، وإذا جلست كأن أباها. هي أم أبيها وحبيبة أبيها صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورضي الله عنك يا فاطمة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ونشهد الله أننا نحب الصحابة ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بأدبهم وانفعنا بعلمهم واغفر لنا الذنوب واستر العيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حصن فروجنا وقوي إيماننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.